دي مذكرة عاملها كتاب المعاصر، لسه نازلة من يومين، فيها تهيئة كاملة للسنين اللي فاتت للصف السادس، ولكن طبعا هي مؤهلة ان الطالب بتاع سنة 5 يقدر هو كمان ان هو يدرسها. pyramids, pyramids, sphinx, sphinx, the Egyptian museum, the Egyptian museum, the Karnak temple, the Karnak temple, خان الخليلي او كان الخليلي. دي او دي تمام، لان ده اصلا في الاصل اسم عربي مش كلمة اجنبي. تاني حاجة الفود، برجر، برجر، chicken, chicken, fries, fries, grapes, grapes. تالت حاجة الادجectives اللي هي الصفات، مجموعة صغيرة من الصفات، نعمل ريفريش كده لدماغنا. big, big, beautiful, beautiful, small, small, short, short, tall, tall. رابع حاجة school items اللي هي الأدوات المدرسية. bag, bag, pen, pen, pencil case, pencil case, sharpener, sharpener. خامس حاجة معانا هي ال countries اللي هي الدول. Egypt, Egypt, France, France, America, America, China, China. سادس حاجة ال family members اللي هو أعضاء العيلة. grandparents, grandparents, grandpa, grandpa, grandma, grandma, parents, parents, father, father, mother, mother. سابع حاجة circus اللي هو السيرك. circus, circus, clown, clown, dog trainer, dog trainer, trapeze artist, trapeze artist. تامن حاجة verbs أفعال. drive, drive, walk, walk, ride, ride. تاسع حاجة ال sea animals اللي هي الحيوانات البحرية. octopus, octopus, jellyfish, jellyfish, sea snake, sea snake. عاشر حاجة وهنهي بيها الفيديو علشان عايزين الفيديوهات كده تبقى حاجات صغيرة احنا نتسلى، نهاف فن في الصيف زي ما احنا عايزين، ولكن برضو نتسلى كل شوية. هنزل لكم فيديو ان انتوا تعملوا ريفريش كده لدماغكم. العاشر حاجة transportation اللي هي وسائل المواصلات. bus, bus, van, van, train, train, car, car, rocket, rocket, truck, truck, bicycle, bicycle, motorbike, motorbike, yacht, yacht. وطبعا ال CH هنا silent لا تنطق في الكلمة دي. ايه المطلوب بالظبط؟ المطلوب هو اننا الكلمات دي كلها هنبدأ ننقلها كده ونبدأ نكتبها. كل شوية نكتب في الكلمات دي علشان نبقى عارفين الكلمة حروفها متكونة صح. لان طبعا انا دايما بقابل في الديكتيشن ساعات في اولاد بيبقوا عارفين الكلمة كويس، يجي يكتب الكلمة بلاقي حروف مكان حروف. فده طبعا بسبب ان الطالب عينه مش موجودة قدام الكلمة كتير وما بيكتبهاش. اهم حاجة في حفظ الكلمة وحروفها بطريقة صحيحة هو كتابة الكلمة باستمرار. مطلوب ان احنا نحفظ كل الكلمات اللي اخدناها في الفيديو ده ونكتبها بطريقة صحيحة، وان شاء الله انتظروا الفيديو اللي جاي هنكمل باقي الكورس. شكرا.